أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري، لقب جديد يضاف لخزينة الأهلي ولقب شخصي لي والقادم أفضل. هكذا تحدث علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عقب الفوز بكأس السوبر المصري. أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته عقب الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري. وقال الشحات في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: أهنئ جماهير الأهلي التي تساندنا دائما في كل مكان. الشناوي: اللاعبون اجتازوا فترة صعبة تحت الضغط، سنفرح اليوم ثم نركز على القادم. انتهت مباراة بيراميدز أمام الأهلي بركلة جزاء سجلها علي معلول ظهير الأهلي في الدقيقة 96 بعد مخالفة من أحمد سامي ضد محمود عبد المنعم كهربا داخل المنطقة. قال حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي إن فريقه كان يركز على الفوز بكأس السوبر المصري بغض النظر عن المنافس. وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات. وكان بيراميدز شارك في المباراة بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة نتيجة لعدم إصدار لجنة الانضباط لقراراتها بشأن محمود عبد المنعم كهربا. وصلت بعثة الأهلي إلى مصر صباح اليوم السبت قادمة من الإمارات عقب الفوز بكأس السوبر. وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للعام الثاني على التوالي والمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب محمد بن زايد في الإمارات. علق أحمد عبد القادر صانع ألعاب النادي الأهلي على رغبة نادي سيسكا موسكو الروسي في الحصول على خدماته. وعلم في الجول.com في وقت سابق من مصدر مقرب من اللاعب أن النادي الروسي تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي يطلب خلاله شراء أحمد عبد القادر. وقال عبد القادر عبر MBC مصر: عرض سيسكا موسكو، تركيز الآن منصب على مباريات الفريق. الأمر يتم مناقشته بين إدارة النادي الأهلي ووكيل أعمالي.